السلام عليكم. ده تقريبا أول بث مباشر بنعمله على اليوتيوب علشان نتعرف بيكم إن شاء الله، وأي حد عنده استفسار أو سؤال يبعتولي على القناة. سعيد بوجودي معاكم، مع حضراتكم أخصائي تغذية علاجية ورياضية محمد علي أبو شنب. هكون سعيد جدا مع تواجدي معاكم في الفترة اللي جاية دي، أعرف نفسي بيكم وأتعرف بيكم إن شاء الله. وأي حد عنده استفسار أو عنده سؤال يسيبه في الكومنتات وإن شاء الله أنا هجاوب. طبعا عرفت نفسي، أنا محمد أبو شنب، أخصائي تغذية علاجية ورياضية، وبدأت نعمل بعض الفيديوهات التعريفية أو اللي بتخص المتابعين على القناة. وسعيد بكوني معاكم مرة تانية. نتكلم النهاردة عن ازاي انت بتتابع معايا او انا بتابع معاك، او بتابع اي حالة على الواتساب. طبعا في بعض الحاجات اللي احنا بنطلبها في المتابعات. اول حاجة المقاسات الخاصة بيك، سواء طبعا في السن والطول والوزن. سكين فولد، يعني اللي هي بعض المقاسات اللي هي بتبقى عبارة عن نسبة الدهون، ودي طبعا ممكن تتواجد في الانبادي اكتر يعني، او ممكن ناخدها عن طريق المزورة اللي هي حجم الوسط او حجم الدراع من هنا، اللي هي نسبة الدهون. يبقى اول نقطة احنا بنعملها، احنا بناخد المقاسات اللي هي وزن وطول وسن، وبعض المقاسات زي الوسط ونسبة الدهون، بتقيس نسبة الدهون بالمزورة او حاجة. طبعا انا قلت اللي بيحل المشكلة دي كلها في حاجة زي الانبادي، بيحل المشاكل دي كلها. طيب، تاني حاجة، في نقطة كمان اللي هي البيوكيميكال، اللي هي بالنسبة للتحاليل. ايه اللي بيطلب؟ احنا بنطلب تحاليل في بعض الامور طبعا، يعني معظم الناس اللي بتعدي ال40 سنة بنحتاج منها تحاليل في الغالي طبعا، علشان السكر والضغط وبعض الامراض اللي هي ممكن تكون متواجدة يعني. ففي تحاليل CBC، ده اساسي، اللي هي صورة الدم، ثايرويد هرمون اللي هو الغدة لو في مشكلة، في الليبيد بروفايل، وفي بلاد جلوكوز. دي تحاليل احنا في الغالب بنطلبها، الا اذا كان في مشكلة كبيرة ممكن نطلب تحاليل زيادة عن كده. بس دي اهم تحاليل ممكن نطلبها في البايوكيميكال ميثود. في حاجة اسمها الكلينيكال ميثود، اللي هي التحاليل، انت تعبان، عندك مشكلة، عندك حاجة من هذا القبيل، يعني مثلا سكر، ضغط، حاجات من دي، لازم انا اكون عارف التحاليل اللي عندك، وتحاليل تبقى جديدة. ما تجيش بقى بعد 6 اشهر ولا حاجة تقول لي لا ده في تحليل كذا كذا بيقول لي كذا. احنا زي ما قلنا ان احنا في الغالب بعد ال40 سنة في الغالب كل التحاليل بتطلب، علشان في الغالب بيبقى فيه مشاكل طبعا صحية احنا بنعمل ايه حسابها. احنا لما بنيجي نشتغل في فرق كبير جدا، لما بشتغل مع واحد مثلا 20 سنة في فرق لما بشتغل مع حد عنده 40 سنة في كل حاجة طبعا يعني اساس جدا التحاليل، علشان وانا بعمل الدايت او بحط الاكل لازم يكون الاكل مظبوط. ماشي، ممكن يكون عنده سكر فهيبقى مشكلة ان انا بختار نوعية الاكل والكواليتي بتاع الاكل. طيب، لو عنده ضغط برضو نفس الفكرة، فمش اي اكل هيتحط طبعا يعني. ماشي، بعد كده والنقطة الأخيرة هم 4 حاجات. حاجة اسمها الدياتري ميثود. الدياتري ميثود دوت اللي هو ال 24 ساعة انت بتاكل ايه. انا بعرف تفصيل بالاكل اللي حضرتك بتاكله، سواء فطار او غدا او عشاء، بنعرف بالظبط انت بتاكل ايه. طيب، يعني انا بصحى الصبح مثلا الساعة 7، باكل بسكوتة، بشرب شاي، باكل رغيفين عيش، بعد ساعتين باخد سناك مثلا بلحتين، بروح اخد مش عارف ايه. الكلام ده كله بعرفه بالتفصيل. ليه؟ علشان ممكن يكون الخلل هنا واضح جدا، وده اللي احنا بنشتغل عليه، ان انا لما بعرف الخلل بقدر اعالجه عن طريق التغذية الصحيحة. يبقى انا عندي 4 حاجات احنا باخدهم منك وانا بتابع معاك كعميل يعني. اول حاجة المقاسات، بعد كده التحاليل اللي انا بطلبها منك، ودومت 4 تحاليل لو انت طبعا في مشكلة. بعد كده او رقم 3 اللي هي كلينيكال، طبعا اللي هو اذا كان عندك امراض معينة زي السكر، الضغط، مثلا مقاومة انسولين، اي حاجة، حساسية جلوتين. بعد كده الدايتري طبعا ميثود، اللي هي ال 24 ساعة، اخر 24 ساعة انت بتاكل ايه بالظبط. تمام، فده بالنسبة للناس اللي هي بتتابع معانا. حبيت اتعرف بيكم. طبعا احنا ان شاء الله الفترة الجاية هنعمل لقاء ان شاء الله، وهبقى انوه عنه على القناة. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم، واي حد عنده استفسار يا ريت
يسجلوا او يكتبوا وانا هجاوب عليه. دمتم بصحة. كان معاكم محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضة.